ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايب لكم النهارده تطبيق اكواد للارقام المحظوره، يعني اي رقم محظور او انت لو ليك رقم محظور هتفكه بعد الفيديو ده باذن الله. تمام. اول ما تخش التطبيق مبدئيا كده، قبل ما نتكلم في اي حاجه، انت لو مش مشترك في القناه هتنزل تشترك وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل شرح. تمام. ويلا نخش الفيديو نشوف التطبيق. تمام. التطبيق هيفتح معاك الواجهه اللي انت شايفها دي. عندك هنا دي قناه المطور لو انت حبيت تنضم فيها. تمام. تمام. عندك هنا اول حاجه كود فك، يعني عندك هنا اول حاجه كود فك. تمام. عندك هنا 4 اكواد فك وكود حظر. تمام. تمام. مبدئيا كده تنسخ الكود الاولاني وهتروح طبعا للجميل. طبعا لازم تنسخه عندك وتحطه في اي حته عندك عشان تقدر انت تنسخ منه الكلام، تنسخ منه ايميل الشركه وكل الكلام ده. تمام. تمام. زي ما انت شايف هنا اول كود معاك، كود هيجي معاك زي ما انت شايف كده. تحط رقمك هنا جنب الكلام ده، وهتبدأ إن أنت تخش للجيميل وتبعت للشركة منه. تمام. تمام. عندك هنا الكود التاني، وعندك هنا الكود التاني نفس الكلام. كل كود وليه حظر، يعني أنت لو رقمك محظور أي حظر جرب معاك ال4 أكواد. كل كود تبعت منه الجيميل، يعني كل كود هتبعت منه تكون أنت مغير الجيميل اللي بعده في الكود التاني. تمام. تمام. يعني الرقم هتاخد الكود نسخ، بعد ما تاخده نسخ تخش للشركة هنا وهتحط ايميل الشركة، وبعد كده الموضوع تنشئ الرسالة أو تخش من على الواتس وتبعته يعني لفريق الدعم، ترد على فريق الدعم وتبعته برضه بنفس الكلام من على الجيميل. تمام. تمام. تنسخ معاك الكود التاني، يعني انت لو رقمك محظور اي حظ جرب معاك ال4 أكواد دول، اكيد في اي كود من دول هيتفك. تمام. تمام. ننسخ الكود التاني زي ما انت شايف هنا كده اهو، ده بقى الرقم المحظور بند مشدد اللي هو الكود التاني ده. تمام. تمام. والكود التالت زي ما انت شايف اهو، ده برضه كود. انت جرب مع حد من الرقم اتفك معاك. طبعا انا مش هعرف احدد الاكواد كلها بالايه بالظبط، فانت رقمك لو محظور جرب معاك ب3 اكواد وباذن الله هيتفك معاك على طول، مش هيطول. تمام. وعندك هنا الكود الرابع، تنسخ الكود. بعد كده حبيت تخش على الجيميل وتبعت للشركه برضه مفيش مشاكل. حبيت تخش لنسخه واتس الاعمال وتدوس على فريق الدعم وتتواصل معاهم برضه مفيش اي مشاكل. تمام. وعندك هنا برضه الكود الرابع زي ما انت شايف هنا، ده برضه الانتهاك. لو رقمك محصور انتهاك هتحط هنا الرقم بتاعك، يعني لما تيجي تبعت للشركة مثلا رقمك 20، رمز الدولة مصري سوري يمني على حسب، تحط رمز الدولة بتاعك. وعندك هنا برضه في التطبيق، يعني بص تطبيق جامد بمعنى الكلمة. عندك هنا في التطبيق برضه كود حظر، يعني الكود ده انت لو في رقم مضايقك ولا في رقم عكسك في اي حاجة هتخش على الكود وتبعت للشركة برضه بالرقم زي ما انت شايف اهو. رقم جايلك بالشرح بتاعه، يعني ايميل الشركة اهو والرسالة الأولى والكلام ده. تمام. تمام. وعندك هنا آخر حاجة بريد الشركة. تمام. يعني أول حاجة هتنسخ بريد الشركة، وبعد كده تجرب معاك ال4 أكواد، تاخد الكود الأولاني وتبعت للشركة. لقيت الرد بتاعهم مش عاجبك أو الرد مش فك في الرقم، جرب الكود التاني لحد ما الرقم يتفك معاك. تمام. تمام. والتطبيق أنا هسيبهولك في تحت في أول تعليق. يا ريت بس نلاقي دعم على الفيديوهات اللي بتنزل، لان يعني بص انت مش خسران اي حاجه اما تاخد اللينك وتنزله عندك وتبعته لاصحابك وتنزله في الجروبات، عشان بس ان انا اكمل وابدا ان انا انزل لكم فيديوهات زي ما كنت بنزل الاول وتبقى كل حاجه فل. وبس كده.